وغالبا كل فيديو هيكون فيه ناس هيكسبهم ان هم يخشوا معانا البلان دي. اهلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنا اخر حلقه في SPV، هتكون الحلقه رقم 29 والحلقه الاخيره اللي هنعلن فيها عن اسماء الفايزين. وفي الاول عايز اقول لكم ان حلقات SPV حلقات مثمره جدا جدا، وعملت engagement between me and you بشكل مرعب، وانا حبيت ده جدا في رد على التعليقات في المناقشه معاكم، ودي حاجه كانت حلوه جدا جدا. حبيت اعملها في شهر رمضان عشان تعلي الانجيجمنت ما بيننا، علشان خاطر نعرف بعض اكتر ونتواصل بالافكار مع بعض اكتر. وخليني اقول لكم على اسماء الفايزين وشروط المسابقه اللي هم عملوها، وهنتكلم على اللي هم هيفوزوا بيه في اخر الفيديو. ولكن خليني هنا اقول لكم على عنوان الفيديو الاخير، وعنوان الفيديو الاخير هيكون خليك رايق، زي ما انت شفت في الثاب نيل بالظبط. خليك شخص رايق، بالحديث كده عن الروقان وبالحديث عن الصحه النفسيه. كنت بتكلم مع دكتور فاطمه قبل كده ازاي الانسان يوصل لاعلى قمه هرم السواء النفسي واعلى قمه هرم التوازن، وان هو يكون مستقر. قالت لي ان الانسان يكون رايق، دايما يكون رايق، لا يبالي بالحاجات اللي بتحصل حواليه، لا يبالي بردود فعل الناس وكلامهم، لا يبالي باي حاجه بتحصل في حياته، بس بالشكل السوي. يعني ايه بالشكل السوي؟ يعني مش مطنش خالص، ولا هو مركز قوي للحاله اللي توصله ان هو يكون اوبسيسد بالحاجه دي، او ان هو يكون مهووس بالنتائج، او مهووس بالناس وارائهم، او مهووس باللي بيحصل حواليه. من الاخر ان هو يكون رايق، مدي الامور اللي حواليه قيمتها الحقيقيه، مش بيزود ولا بينقص، ومد كل الناس اللي حواليه برضه حقهم وقدرهم الطبيعي. وهنا في كلمه شائعه قوي الناس بتقولها: يا ابني انت مش مقدرني ليه؟ يا بنتي انت مش مقدراني ليه؟ لا، هو في الحقيقه ان احنا بنكون مقدرين كل حاجه حوالينا. انا حاطط كل حاجه حواليا في القدر بتاعها، حاطط الجامعه في القدر بتاعها، حاطط درجات الجامعه في القدر بتاعها برضه، حاطط مساري التعليمي والمهني في القدر بتاعه، حاطك انت كشخص في القدر بتاعك برضه. فبالتالي ما تطلبش قدر اكتر من قدرك. ممكن الناس يكونوا مفكرين ان انا مقدرك يبقى انا بقى هعمل لك بقى حفله وهعمل لك استقبال و الى اخره، ولكن ده ملوش علاقه بان انت مقدرني صح او انا مقدرك صح ولا لا. فهنا انا مقدرك يبقى ده القدر بتاعك. انا مقدر درجاتي، انا مقدر كورساتي، انا مقدر والله الحاجه الفلانيه كذا عندي، الحاجه الفلانيه كذا عندي، فانا براحتي اقدر كل حاجه بالقدر بتاعها. ولكن التركايه هنا بقى ان انت ما تخليش الحاجات دي تاثر على مودك انت، او تخليك انت عارف انت اللي هو ايه، زعلان متضايق. لا، انت تكون رايق. ودي احسن حاجه على فكره تعمل فيها انفستمنت. ادي كل حاجه حواليك القدر بتاعها، ولازم انت كمان تدي الناس قدرها. هي تاخد النصيب الاكبر من الكيكه، هي تاخد النصيب الاكبر من كل الاهتمام. نفسك ثم نفسك، اهتم بيها. وعلى فكره دي مش انانيه، دي قمه النضج النفسي، انك تكون مركز مع نفسك، مركز مع افعالك، مركز مع تصرفاتك، مركز مع افكارك، مركز مع ردود فعلك تجاه مواقف معينه وانت صغير كانت بتضايقك ودلوقتي حاول ان انت تظبطها. مركز مع كل حاجه، مع نفسك مش مع بره نفسك، مش مع الاحداث، مش مع الناس، مش مع ارائهم، مش مع اي حاجه تخصهم. مركز مع نفسك بس. وحتى لو حبيت تقارن، قارن نفسك دلوقتي بنفسك قبل كده. ركز مع نفسك فقط. هنا هتوصل لمرحله الروقان النفسي. انت مش فارق معاك اي حاجه بتحصل بره، ومديها قدرها، ومديها الحته المعينه ليها من الرام بتاعك. عارفين كلمه رام؟ الرام اللي هو الرامات اللي بتاعت الكمبيوتر، هنا احنا بنقول عليها راندوم اكسس ميموري، ذاكره الوصول العشوائيه. اكيد شفتوها في التليفون. فانت هنا دلوقتي مدي كل حاجه حواليك جزء من الراندوم اكسس ميموري بتاعتك، واحنا مش محتاجين نملى كل الراندوم اكسس ميموري بتاعتنا بكل حاجه. فاحنا هنا مش هنسيب جزء لنفسنا احنا، فبالتالي نركز على الحته دي. وبالكلام عن الصحه النفسيه والروقان، كنت عايز اعمل لكم فيديو بيبين العلاقه ما بين الروقان وان انت تكون سوي وصحي نفسيا بالتطور المهني والتطور التعليمي بتاعك. خلينا ابقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. وكده يبقى احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالفيديو الاخير من سلسله SPV. مبسوط جدا جدا ان انتوا كنتوا معايا في خلال السلسله دي، ومبسوط جدا جدا بالانجيجمنت اللي حصل ما بيننا، وان شاء الله مش هتكون اخر SPV. وفي الجزء ده عايز اتكلم على الناس اللي شاركوا في فيديوهات SPV. هي الشروط ما تحققش بنسبه 100%، وده يخليني اقول ان الجائزه اللي انا كنت حاططها للاسف ما حدش هيكسبها. الشروط اللي انا كنت حاططها في SPV كانت سهله جدا، بس للاسف ما حدش عملها كلها زي ما انا ذكرت في اول فيديو، او زي ما انا اتكلمت في كل الفيديوز. ولكن في 2 متسابقين او في 2 سبسكرايبرز عملوا مجهود كبير جدا 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 في تورط الافكار ما بيني وما بينهم. حتى انا اخدت عناوين فيديوهات من الكلام اللي هم كتبوها، وغيرت فعلا في البلان بتاعت SPV على الكلام اللي هم قالوه. فعلا الكومنتس بتاعتهم كانت فيري فاليبل، وانا اخدت منهم عناوين زي ما انا قلت حطيتها في سلسله SPV. والاثنين دولت هم
مريم MMMMM والشيماء محمد 1080. وانا هحط تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو اللينك بتاع الواتساب جروب، وبتمنى ان هم يدخلوا ويعرفوني عنهم علشان خاطر في جايزه حلوه جدا جدا ليهم، which is ان انا هعمل conversation classes course ليهم هم بس خلال 5 sessions. هعمل 5 sessions conversation class ليهم هم بس عشان خاطر نطور الانجليش كونفرسيشن سكيلز بتاعتهم. ده مقدم من عبية نيدي كوتشنج، وانا بفكر ان انا اعمل الحاجه دي دايما طبعا لكل المشتركين بتاع عبية نيدي كوتشنج، بس انا عايز اهندلها الاول عشان خاطر تكون طالعه مظبوطه وان احنا نخليها دايما، لان انا كنت عملتها قبل كده وما ظبطتش، فانا محتاج اعمل جدول مظبوط عشان خاطر كل المشتركين يمشوا عليه. فيا ريت مريم ويا ريت الشيماء 1080 يتواصلوا معايا في اللينك اللي تحت في الديسكربشن عشان خاطر نطبق البلان بتاعه الانجليش ديفلوبمنت بتاعتهم، عشان خاطر نكوندكت الكلاسز، عشان خاطر نشتغل في البلان بتاع تطوير اللغه الانجليزيه خاصه بيهم، وان شاء الله نحقق نتائج مبهره مع بعض. واكيد طبعا استنونا في مسابقات تانية واستنونا في حاجات تانية. انا محضر لكم بلان تحفه الفتره اللي جايه هنطبقها مع بعض، وغالبا كل فيديو هيكون فيه ناس هيكسبهم ان هم يخشوا معانا البلان دي، وكل فيديو هنزود عدد الناس اللي بيدخلوا الكونفرسيشن كلاسز عشان خاطر يطوروا الانجليش لانجويج سكيلز بتاعتهم. مبسوط جدا ان انتوا تابعتوا SPV، ومبسوط جدا جدا بالانجيجمنت اللي حصل ما بيننا، والف الف مبروك لمريم والف الف مبروك لشيماء، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابشر يا صديقي.